السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لكل جمهور نادي الزمالك. الزمالك كسب حرس الحدود 2-0. بس انا مش مبسوط، احنا عملنا ماتش وحش جدا جدا، لعبنا ماتش سيء قوي. الزمالك بدأ خطة كويسة، والتشكيل ده المفروض ان الزمالك يبدأ يعتمد عليه على طول. التشكيل اللي بدأ الماتش مع شوية تغييرات هنقولها في الفيديو يعني. الزمالك بدأ بالمهدي سليمان، قدامه أربعة: محمد إبراهيم باك يمين، محمود بنتايج باك شمال، ونشو حسام عبد المجيد قلبين دفاع، محمد إسماعيل رقم مركز ستة، شحاتة وعبد الله السعيد قدامه، خوان بزيرة يمين، عودية دباغ شمال، ناصر منسي مهاجم. الزمالك الشوط الأول ما عملش كورة حلوة، الزمالك الشوط الأول ما عملش أصلا أداء، ما كانش فيه لعب. الزمالك الشوط الأول كان سيء جدا جدا، وده يراجع لأن الزمالك طول الشوط الأول معتمد على إن هو يلعب كور طويلة، كور عالية. الونش بيشعلق كور عالية طويلة. الونش لعب 20 30 كورة طويلة، مفيش ولا واحدة منهم جت صح، ومصمم إن هو يكمل في الشوط التاني بكور طويلة برضه. الزمالك ما ابتداش يتحسن شوية لما نزل فتوح ومحمد شحاتة رجع مركز ستة، وابتدى إن هو ينقل على الأرض ويلعب على الأرض. دي الحاجة اللي حسنت شكل الزمالك شوية وقربت الزمالك من الجون. لكن الزمالك طول الماتش مفيش كورة، مفيش هجمات، مفيش فرص. احمد شريف جاله كورة في الشوط التاني، مش عارف يعني. يا جماعة الكور دي والحاجات الصغيرة دي تعرفك ان اللعيب ده ما ينفعش يبقى موجود في الزمالك. ما ينفعش لعيب يبقى موجود في الزمالك وانا 0-0 قدام حرس الحدود، وجوله هجمة في الدقيقة 75 ولا 78، وخلاص انت رايح انت والجون وتشوط يا حبيبي، معناه انت ما عندكش ثقة. انت ما عندكش ثقة في نفسك. انت نفسك كوينج مش واثق ان انت يجي لك كورة في المكان ده تحطها الجون. انا كلاعب وراك هبصيلك ليه؟ انا هثق فيك ليه؟ انا كمدرب، المدرب اللي قاعد على الخط ده هيثق فيك ينزلك ليه؟ لا، احمد شريف بعيد قوي وما ينفعش يبقى هو الوينج الاساسي في الزمالك. محتاجين ان احنا نشوف حل للموضوع دوت. بنتاج سيء 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 سيء، وكان هيضيع الماتش مننا في اول 3 دقايق. وطول الماتش بقى بنتاج تايه، بنتاج مش موجود. بنتاج مش موجود، ومفيش اللهم الا الكرة اللي رفعها في الدقيقة 81، الجون بتاع فتوح. هي عرضية حلوة بأمانة وكل حاجة، بس محمد إبراهيم الناحية التانية عمل كذا عرضية كانت حلوة برضه. وده لعيب ناشئ لسه عنده 20 سنة. فأنا مش هجيب لعيب مغربي ولعيب أجنبي، وأما بتأخر عليه فلوسه شوية بيطلع يشتكيني وبيطلع يعمل حوارات، وألاقي أدائك كده. ده يا باشا مدفوق. انت محترف، فانا مش هطبل لك خلاص. انت لما كان ليك فلوس للزمالك وقفت وعملت مشكله ودبدبت في الارض، ومش هلعب ومش همشي وهمشي ومستحقاتي ومش مستحقاتي. لا يا حبيبي، ما انت ما بتاخد فلوسك تلعب. ما دام انت بتاخد فلوسك وموجود تلعب وتأدي وتعمل اللي عليك، لو قصرت تتخصم منك وتتعاقب. كنت هتضيع الماتش النهارده. اداء زي الزفت، ما لعبتش ب2 جنيه، مفيش كوره. ده مش شكل محترف اجنبي يعني. عداد دباغ برضو كان مستواه وحش النهارده. بس هو معذور يعني. الكور الطويله اللي الزمالك بيلعبها دي ما تساعدوش، هو مش دي لعبه عدي مهاجم صندوق، عايز الكوره تجيله في الصندوق هيخلص. عدي لو كانت الكوره بتاعت احمد شريف دي جات لعدي كان قطع الشبكه. بس ما حصلش نصيب يعني. الحمد لله. اهم حاجه ان الزمالك كسب. يا ريت بس كل الناس اللي بتتفرج علينا تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات اول ما ننزل. الشوط التاني بدأ زي ما قلت لك بتبديلة فتوح، اللي ابتدت تخلي شكل الزمالك احسن وتنقل احسن وتمسك كورة وتلعب على الأرض. وده كان المطلوب من أول الماتش. لما تبقى بتلعب حرس الحدود ال17 ولا ال16 على الدوري، المفروض إن أنت تبقى بتنقل الكورة على الأرض، المفروض أنت تبقى هادي، واثق في نفسك، واثق في نقلاتك، حتى ما تستعجلش الهدف. لو الزمالك كان عمل كده كان جاب جون والتاني والتالت من بدري، وكان ريحنا نفسنا. بس ده ما حصلش. الحمد لله إن كرة فتوح دي جات جون وسهلت الدنيا على الزمالك، لأن الكرة دي لو ما كانتش جون عمرنا ما كنا هنشوف الجون التاني بتاع ناصر منسي ده، لأن الحدود ما كانش هيطلع أصلا. حدود طلع لما انت جبت جون، اللي هو خلاص انا فاضل 3 دقايق هلعب، يا اما هتعادل يا اما هخسر، خلاص ما هي مش فارقه يعني. سينا زي سونيا زي ما بنقول. فالحمد لله، الحمد لله ان الزمالك كسب. وحاجه مهمه جدا ان انت حتى وانت وحش وانت سيء وانت ادائك مش كويس، ان انت تكسب وان انت تفضل ضاغط على المنافسين بتوعك. حاجه كويسه طبعا. مان اوف ذا ماتش اتاخدت للونش. مش عارف ليه، انا شايف ان الونش قدم ماتش مش حلو. مش حلو. هو شال كورة من على خط الجون، بس مش ده الونش اللي انا متعود عليه. لا، قدم ماتش سيء. الواحد فعلا دماغه مصدعة قوي من ساعة الماتش. الزمالك قادر ان هو ينرفزك حتى وهو كسبان، يضايقك حتى وهو كسبان. عملنا ماتش وحش قوي، وده حاجة مضايقاني. بس الحمد لله يعني. اهم حاجة زي ما قلت لك ان انت تفضل ضاغط، وان انت تفضل مصدر ضغط الاهلي وبيراميدز وسيراميكا. بيراميدز وسيراميكا النهارده كانوا بيلعبوا، بيراميدز كسب 1-0.
كده الفرق ما بينك وما بين سيراميكا نقطة واحدة، وانت التاني على طول في ظهره، حتى لو انت متساوي مع بيراميدز وانت سابق الاهلي بنقطة. فلو اي وقع على البيراميدز اللي سيراميكا في الماتش الجاي، ممكن تلاقي الزمالك اول الدوري عادي جدا، وده مكانك، دي مش حاجة غريبة يعني. اتمنى ان الزمالك يكمل في المشوار اللي هو فيه ونقدر ان احنا نكمل في المنافسة لأبعد مسافة. عارف ان احنا ممكن ما نقدرش نكمل للآخر يعني، بس اتمنى ان احنا على الأقل نفضل مرخمين عليهم للآخر. قدامنا مشوار صعب الأيام الجاية، لسه هتلعب في ماتشات كتيرة في الدوري. الفترة الجاية مضغوطة جدا، وفي ماتشات كونفدرالية هنلعب أوتوهو، هنبقى نعمل حلقة عن ماتش أوتوهو يعني. لو جينا بقى للتقييمات الأول، قبل التقييمات عايز أقول بس حاجة عن كل لعيب يعني. مهدي سليمان عمل ماتش كويس أوي النهاردة. مهدي سليمان عمل ماتش كويس ويستحق إن هو يدعم ويكمل حارس أساسي للزمالك. محمد إبراهيم ما ينفعش يطلع تحت أي ظرف، ما ينفعش تلعب عمر جابر على محمد إبراهيم. لاعب صغير وكل ماتش بيتقل عن الماتش اللي قبله، وعرضيته حلوة وكورته حلوة ومش خايف وعنده ثقة. الونش وحسام عبد المجيد كانوا كويسين النهارده. الونش بس انا بعيب عليه، بس موضوع الكور الطويله دي خصوصا ان هي ما بتظبطش يا ونش يعني. انت لو عملت 5 جه منهم 2 كويسين كنت بتاك ماشي، انما انت عملت 70 جه منهم ولا واحده كويسه. ال70 بعاد، ال70 تسلل، ال70 ما بيوصلوش للمهاجم اصلا، الحارس بيطلع يمسكه. بنتايج سيء 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 واداؤه زفت زفت. بنتايج قدم ماتش كارثه. محمد اسماعيل وشحاته، عندي مشكله مع شحاته قوي يا جماعه. شحاته ده اللي كنا بنقول عليه خليفه امام عاشور ويبقى احسن منه، هو ده ايه ده يا جماعه؟ شحاته ناسي الكوره. شحاته ناسي الكوره. محمد اسماعيل ما ينفعش يلعب ستة يا جماعه في المكان دوت، لان محمد اسماعيل عنده تقل، بطيء في حركته شويه، وهو مش متعود ان هو يستلم، ومضغوط من كل ناحيه، من اليمين ومن الشمال ومن قدامه ومن ظهره. بيتضغط وبتتخطف منه الكوره، ان هو بيتاخر وبيتقل عليها شويه. عبد الله السعيد برضو وحش وتقيل. عبد الله السعيد قدم ماتش وحش قوي النهارده برضو، مش هو عبد الله اللي احنا متعودين منه. ممكن عشان عبد الله انت متعود منه على حاجات سحر دايما، على لقطات ابداع ما حصلتش النهارده خالص من عبد الله. محمد شحاته زي ما قلت لك قدم ماتش سيء. خوان بيزيرو هو اللي كان بيتحرك وهو اللي كان بيحاول. عدي برضو ما ظهرش، وناصر منسي لغايه الجون الاولاني ما ظهرش. الونش خد راجل المباراة، لكن بالنسبة لي أنا شايف إن فتوح هو راجل المباراة. فتوح جاب جون وعمل أسيست الجون بتاع ناصر منسي. فأنا بالنسبة لي فتوح هو مان اوف ذا ماتش. تقييمات مش هقيم حد، لأن احنا زي ما قلت لك احنا عملنا ماتش زي الزفت. لعيبة الزمالك كلها عملت ماتش وحش ما عدا بيزيرا وأحمد فتوح ومهدي سليمان ومحمد إبراهيم، هم دول اللي ممكن اديهم تقييمات. أي حد تاني لأ، حتى ناصر منسي اللي جاب الجون لأ. لعيبة الزمالك ما قدمتش ماتش كبير. الحمد لله على المكسب، وكويس ان انت تكسب في حيز ما انت وحش زي ما قلت. لازم تفضل مصدر ضغط للفرق اللي انت بتنافسها عشان تقدر تكمل. عارفين ان في فرق في السكواد، وفي فرق في الاستقرار المادي للثلاث فرق، سواء اهلي وزمالك وبيراميدز. عارفين الزمالك اضعافهم، بس احنا الزمالك اقواهم تاريخيا. حتى لو بيراميدز قوي بفلوسه وبنجومه، الزمالك اقوى منه 100 مره بتاريخه وبطولاته وبالتيشيرت بتاعه، اللي بس التيشيرت ينزل يكسب اي حد. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة في ماتش الزمالك وحرس الحدود. مليون مبروك للمكسب، وبإذن الله نفضل مكملين. يا ريت كل الناس بتتفرج علينا تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. ومنسوش دايما تخلوها دايما تصلوا على النبي في الكومنتات، ودايما ندعم الزمالك وخلينا ورا الزمالك. ودي كلمة سر في الزمالك يا جماعة: جمهوره. طول ما الزمالك جمهوره في ظهره، هيفضل الزمالك رقم واحد. ده كل اللي كان عندي، واشوفكم بخير. سلام.